في صراحة عمل خارج الكواليس عم بيتم لا تحسين الأوضاع في وزارة الشباب والرياضة. اسمين تم طرحهم. الاسم الأول هو الحكم الدولي السوري السابق الخبير التحكيمي الكبير الكابتن جمال الشريف. وأيضا اسم آخر، هي شخصية أمنية كانت تلعب دور وحصلت على عدة مناصب في حكومة الإنقاذ وفي مدينة إدلب سابقا، لكن الشخصية الأخرى سأبتعد عن طرح اسمها صراحة بشكل واضح. لكن هذه الشخصية هي ليس لديها خلفية رياضية. هي شخصية عاشقة نعم لكرة القدم للرياضة، لكن ليس لديها خبرة رياضية. واعتقد بانه هي مساله فيها عوامل ايجابيه وفيها عوامل ايضا سلبيه، لانه ليس كل من لعب كره القدم هو قادر على اداره كره القدم، وليس كل من لم يلعب كره القدم هو ايضا